السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا صديقي العسل؟ يا رب تكون بخير. ميعادنا مع الفيديو الثاني ان شاء الله في منهج ثالثة اعدادي الترم الثاني. احنا لسه زي ما احنا في الدرس الاول. حابب بس افكرك احنا اخدنا ايه الحصة اللي فاتت. احنا كنا بنحل معادلتين، والمعادلتين دول من الدرجة الأولى. ماشي، كان في كم متغير بقى؟ كنا بنتكلم في متغيرين. ماشي، وريني شكلها. كنت بقول لك مثلا 2 س ناقص 3 ص تساوي 5، دي أول معادلة. وتاني معادلة كنت بسميها مثلا سالب س زائد 4 ص تساوي 11. كنت بقول لك حل المعادلتين دول، كنت بتقول والله حل المعادلتين بطريقتين. الطريقة الأولى كان اسمها طريقة التعويض، ماشي، والطريقة الثانية كان اسمها طريقة الحذف. طيب تعال نحل مثلا دي بالحذف. كنت بتقول لي حط المعادلتين تحت بعض، هما بالفعل تحت بعض. كنت بتقول لي اضرب واحدة فيهم في رقم بحيث لما اجي اجمعهم مع بعض احد المتغيرات يتحذف. هتقول لي مثلا هتضرب دي في 2، لان 2 في سالب س بسالب 2 س تروح مع ال 2 س. اضرب هنا في 2 بقت سالب 2 س زائد 8 ص تساوي 22. تيجي بقى تروح تنزل دي تحتيها كده الناحيه دي، بقت 2 س ناقص 3 ص تساوي 5. تيجي بقى يا استاذ يا محترم تقول لي بجمع المعادلتين. ماشي، ايه اللي كان بيحصل؟ تروح دي طارت مع دي، اجمع 8 ناقص 3 5 ص 5 ص تساوي 22 و5 27. تقسم طبعا على 5، تقسم على 5 تجيب قيمة ص، ترجع تعوض تجيب قيمة س. ده بالنسبة لطريقة الحذف. بالنسبة لطريقة التعويض كنت بتجيب قيمة للسين وقيمة للصاد. لا مش فاهم، او مش بتجيب قيمة للصاد، بتجيب قيمة للسين بس. تعالى مثلا هنا عايز اجيب قيمة للسين، وادي لي السالب س الناحية الثانية بعكس الإشارة بقت موجب س. ماشي، ودي ال 11 الناحية الثانية بقت ناقص 11، بقت 4 ص ناقص 11. دي قيمة مين؟ قيمة السين. يبقى السين هي عبارة عن 4 ص ناقص 11. شفت بقى السين دي تاخدها تيجي تعوض بيها في المعادلة الثانية. الاثنين دي تنزل زي ما هي، افتح قوسين، افتح قوس. السين عبارة عن كام؟ 4 ص ناقص 11، يبقى 4 ص ناقص 11 ناقص 3 ص تنزل، ناقص 3 ص. كل ده يساوي كام؟ كل ده يساوي 5. بتحل بقى المعادلة دي، 2 في 4 ب 8 ص، 2 في سالب 11 بسالب 22 ناقص 3 ص تنزل زي ما هي، كل ده يساوي 5. طيب 8 ص ناقص 3 ص 5 ص تساوي ال 22 تيجي الناحية الثانية بموجب 22، 5 و22 27. تقسم على 5، تقسم على 5 تجيب قيمة ص، وترجع تعوض تجيب قيمة س. ده اللي احنا اخدناه الحصة اللي فاتت، كان طريقة التعويض والحذف. طيب قلت لك عشان تحل معادلتين من الدرجة الأولى في متغيرين كان عندك طريقتين، طريقة نحل جبريا والطريقة الثانية نحل بيانيا. بالنسبة للحل الجبري هو ده اللي أنا شرحته. بالنسبة للحل البياني ده موضوع حصتنا النهارده. طيب بيقول ايه بقى الحل البياني؟ بيقول لك بص، انا هدي لك معادلتين. طيب ماشي، اديني سؤال، اهدى بس اشرح لك الاول واشرح لك، ادي لك سؤال ونحل. والافكار هم 3 افكار ما بيطلعش عنهم الامتحان. يعني شوف اللي هو تحس ان الموضوع صعب ومش عارف ايه ومستفز، لحظه كده. طيب تحس ان الموضوع صعب ومستفز، ولكن والله العظيم هم 3 افكار ما بيطلعش بعيد عنهم. كل اللي هيعمله هيدي لك معادلتين. يا ابني ما اصلا كان درسنا ان هو حل معادلتين، يبقى هيدي لك معادلتين بالمنظر ده. يدي لك ادي معادله وادي اختها الثانيه اهي. حلو. لا ارجع كده معلش. بعد ما يديني معادلتين قال لك والله بعد ما ادي لك معادلتين هطلب منك تحل المعادلتين مع بعض. طب ازاي احل المعادلتين مع بعض؟ الموضوع اسهل منه مفيش، هتشوف دلوقتي. كل اللي انا طالبه منك هتخلي الصاد في ناحيه
او خلينا بس عشان ايه ما اشرحش وانت تتوه مني، ركز معايا. هتحل المعادلتين مع بعض. لو طلع المستقيم الاول يتقاطع مع المستقيم الثاني، انت طبعا بعد ما تحل تجيب صادات وتعمل جدول وبتاع، هنفهمك دلوقتي الدنيا كلها. هترسم بقى رسم بياني. لو انت جيت مثلا رسمت مستقيمين، طلع المستقيم الاول بالمنظر ده والمستقيم الثاني بالمنظر ده، يبقى الاثنين بيتقاطعوا هنا. لو حصل معاك تقاطع يبقى تقول لي حل المعادلة عبارة عن س وصاد، حيث س هي الإحداث السين. شوف أنت مشيت هنا كم مرة؟ مثلا 3، وفي الصاد مشيت مثلا 1، يبقى 3 و1. هي 1 ولا -1؟ هي -1، يبقى 3 و1. تاني، يبقى هو هنا بيسموهم لك كاف وميم. مين كاف؟ الإحداث السيني. ميم؟ الإحداث الصادي. وتحطهم بين زوجين مرتبين كده، تحطهم بين قوسين واقواس مجموعه وتقفل الدنيا وخلاص، شكرا. تاني، يبقى بعد ما ترسم، انا جاي لك من اخر المساله، بعد ما ترسم لو لقيت المستقيمين متقاطعين يبقى يوجد حل واحد فقط. تاني، لو لقيت المستقيمين متقاطعين يبقى يوجد حل واحد فقط. لو لقيت المستقيمين متقاطعين يوجد حل واحد فقط. خلاص حفظنا. لو لقيت المستقيمين منطبقين على بعض بالمنظر ده، لقيت كده المستقيم ده وفوقيه المستقيم الثاني بالمنظر ده اهو، عشان ايه كده؟ يا سلام، ده المستقيم الاول والمستقيم الثاني فوق بعض اللي هو ايه؟ منطبقان. يبقى يوجد عدد لا نهائي من الحلول. عدد لا نهائي من الحلول. شاطر شاطر. تاني، لقيت المستقيمين متقاطعين يوجد حل واحد. لقيت المستقيمين منطبقين يوجد عدد لا نهائي من الحلول. لقيت بقى المستقيمين ولا هم متقاطعين ولا هم منطبقين، دول متوازيين بالمنظر ده. ادي مستقيم لم واحد ولم اتنين، لقيتهم متوازيين، واحد كده وكده متوازيين بالمنظر ده. المهم ان هو حاصل بينهم توازي. يبقى لا يوجد حل نهائي ولا اي حل، مفيش اي حلول. فساعتها بتقول ان مجموعه الحل فاي. وكلمه فاي دي هي اصلا مجموعه حل. محدش يجي يشغل دماغه يقول لي دي فاي حطها بين زوج قوسين مجموعه كده، لا، هي فاي لوحدها كده. خلاص. للي مش فاهم المسائل هتفهمك كل حاجه. عايزك بس تركز معايا وتسمي الله كده وايه، تستعين بالله سبحانه وتعالى. تعال نشوف المسائل. ادي اول مثال، مدي لك المستقيم الاول ومدي لك المستقيم الثاني، او مدي لك معادله للمستقيم. فاكر الترم الاول كنت باخد معادله المستقيم؟ هي ده النظام كده. تعالى بقى نشوف الوضع ماشي ازاي. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. اللي انا طالبه منك، هات لي السينات في طرف وهات لي الصادات في طرف. حاضر. وهات هنا مثلا السينات في طرف 2 س وادي لي ناقص الناحيه الثانيه يبقى -5، يبقى 2 س ناقص 5 وادي الصاد الناحيه الثانيه يبقى تساوي صاد. يبقى او ممكن اكتبها مستر صاد تساوي 2 س ناقص 5. حاضر. وهات لي هنا السينات في طرف، ولا سيبك من المستقيم الثاني دلوقتي. احنا كده ايه؟ هنشتغل على اول مستقيم. قلت ان صاد تساوي 2 س ناقص 5. ماشي. وبعد كده ارسم يا استاذ يا محترم مربع صغير او مستطيل صغير. ادي المستطيل الصغير اللي انت طالبه اهو. بس ايه كمان؟ اقسمه كده نصين ونقسمه هنا كده نصين. ماشي، دي سهله، دي بعرف اعملها. ماشي. طبعا السينات بتبقى من فوق. لا، ايه ده اللي انا بعمله ده؟ بسرعه. طبعا السينات بتبقى من فوق والصادات بتبقى من تحت. عوض عن س باي قيمه بقى. واحد هيقول لي عوض بصفر. ماشي. كده عوض بواحد. ماشي. كده عوض بسالب1 مثلا. ماشي. تعوض بكام قيمه؟ اعوض مثلا ب3 بس. خلاص. تعالى بقى نعوض بصفر. لما تعوض عن س بصفر، 2 في صفر بصفر، صفر ناقص 5 تنزل -5. ماشي. لما اعوض عن س بواحد، 2 في 1 ب2 ناقص 5 -3. ماشي. لما تعوض بسالب1، 2 في -1 بسالب2 ناقص 5 يديلك -7. ماشي. وبعد كده امسك بقى المستقيم الثاني
ودي السينات وخلي الصادات هي الناحيه الثانيه وهات قيمه للسين بس. س تساوي ودي الناحيه الثانيه يبقى سالب 3 صاد بدل زائد 1 تبقى ناقص 1. ادي س تساوي سالب 3 صاد ناقص 1. س تساوي سالب 3 صاد ناقص 1. ماشي. وبعد كده نفس اللي انت عملته ده هتكرره تاني. هتمسك كده ايه؟ تعمل جدول صغنطوط. ماشي. ده مش صغنطوط بس يلا معلش. هتقسمه نصين. ماشي. تعمل كده. خلاص تعبنا. حاضر. زعق براحتك. زعق براحتك. دي قيمة س ودي قيمة ص. ماشي. هتعوض بس مثلا بواحد وسالب واحد أو سالب 2 أي رقم واحد. ماشي. لما تعوض عن س ايه اللي أنا عملته ده؟ يا ابني هتعوض عن ص. احنا كل شغلنا في ص دلوقتي. يبقى هتعوض عن ص أهو. هتعوض عن ص مثلا بواحد واثنين وسالب 4 أي قيم. عوض عن ص بواحد. سالب 3 في 1 سالب 3 ناقص 1 يبقى سالب 4. ماشي. لما تعوض يا أستاذ يا محترم ب2 عن ص سالب 3 في 2 سالب 6 ناقص 1 يبقى سالب 7. ماشي. لما تعوض أهو سالب 7 عشان تشوف. لما تعوض بسالب 4 سالب 3 في سالب 4 بموجب 12. 12 ناقص 1 يدي لك 11 يبقى 11. رقم كبير انا مش عايزه عشان بس ايه ما ندخلش في توت ان احنا نرسم رسم بياني كبير. خليها سالب 2. خليها سالب 2. ساعتها هنا عوض معلش عشان بس ما نرسمش رسم بياني كبير. سالب 3 في سالب 2 سالب 6 ناقص موجب 6 ناقص 1 يدي لك موجب 5 يبقى ادي موجب 5. شفت بقى ايه المستطيلين الجمال اللزاز الفظاع اللي انت عملتهم دول؟ تعالى بقى هنرسمهم. ماشي حاضر. انا عايزك ايه؟ حاسك هتتعبنا معاك. معلش استحملنا. ركز بقى معايا. هنرسم خط جميل كده وخط اجمل منه كده. ماشي. ونرقم بقى. عندك هنا 1 2 ليه طيب 2 3 4 5 6. طبعا انت بالرسم البياني هتبقى استاذ. سالب 1 سالب 2 سالب 3 سالب 4 سالب 5 سالب 5 كده. سالب 6. عايز حسب دلوقتي هتعمل السرعة على 6. ماشي. سالب 6. هنا سالب 1 سالب 2 سالب 3 سالب 4 سالب 5 سالب 6 سالب 7. هنا 1 2 3 4 5 6 7. ماشي. مستر ما تنجزها كنت كروتها كده في المونتاج يا حبيبي. يهبل عشان تتعلم ترسم. الموجب موجب والسوالب مع بعض من هنا. تعالى بقى ايه نرسم اول مستطيل. بيقول لك صفر وسالب 5. امشي في السينات صفر. هنا انزل سالب 5 اهي. ماشي. اللي بعدها بيقول لك 1 وسالب 3. 1 وسالب 3 اهو. طب واللي بعدها سالب 1 سالب 7. سالب 1 كده وسالب 7 هنا مثلا في الحته دي. ولو جيت توصل الثلاث نقاط اللزاز دول هتلاقيهم كده معادله الخط المستقيم كده. ده اول خط مستقيم. تعالى بقى لتاني خط مستقيم. سالب 4 و1. حاضر. اسمع لك باللون الاحمر. سالب 4 و1. 1 يطلع فين؟ في الصادات هنا اهو. يبقى سالب 4 و1 اهي. اللي بعدها سالب 7 و2. سالب 7 كده و2. حاضر. واللي بعدها 5 وسالب 2. ادي 5 وانزل سالب 2 اهو. تيجي توصل الثلاث نقاط الجميله دول ببعض كده تلاقيهم هنا كده اهو بالمنظر الجميل ده. ركز بقى معايا. ايه اللي حصل؟ والله الاثنين منقطعين اتقطعوا في النقطه الجميله خالص دي. النقطه دي كام وكام؟ مشيت مثلا على السينات 2 اهو. مشيت على الصادات كام؟ نزلت مثلا سالب 1. بس شكرا. يبقى طالما حصل تقاطع يبقى يوجد حل وحيد او حل واحد فقط اللي هو مين؟ اقول له 2 وسالب 1. طبعا المثال ده اهو 2 وسالب 1. 2 وسالب 1. ولو جيت تعوض عن س ب2
وصاد بسالب 1 هتطلع صح. مش مصدق اهو. 2 في 2 ب4 ناقص عوض عن صاد بسالب 1. 4 ناقص السالب 1 يعني 4 زائد 1 تطلع بكام؟ 5 اللي هي دي. يبقى اللي انا عايزك بس ايه تعرفها. ادي النقاط طلعت 2 وسالب 1. هي ده يعني انا شايف بالشاشه كمان وطلعتها لك بالملي. انت لو بورقه ورسم بياني بقى وظبطت الدنيا هتظبط الكلام معاك. يبقى تقاطعوا في نقطه وحيده اللي هي 2 وسالب 1. عايز اتاكد، تعال عوض عن س ب2 وصاد بسالب 1. هل لو طلعت النقطه عندك 5 يبقى انت كده حلك صحيح 100%. طيب الحمد لله. بعد كده بقى انا مش عايز امسح الرسم البياني ده بس مضطرين بقى. مضطرين. ولا يعني ممكن نحاول يعني ايه بقدر الامكان ما نمسحوش كده بالمنظر ده. ماشي. طبعا ده خلاص، ده شكرا كده انا مش عايزه. ماشي. تعالى بقى نخش على المثال نمبر 2. بسم الله. ماشي. هتخلي الصادات في واحد، دي الصادات لوحدها، خلي السينات لوحدها. ما هي يا ابني اهي، بس اقسم على 2. اقسم على 2 بس عشان ما احسسكش بس ايه او اشرح لك المساله. انت لو قسمت على 2 خلي بالك، جرب كده اقسم على 2 اهو بقت 2 س ودي لي دي او سيبها زي ما هي بتساوي 2 على 2 فيها الصاد، فيها الواحد صاد، زائد 8 على 2 فيها الاربعه. خلي لي الصاد في طرف، يعني ودي الموجب 4 الناحيه الثانيه، يبقى 2 س ناقص 4. موجب 4 راحت سالب 4. طيب تساوي كام؟ تساوي صاد. او ممكن اقول عليها ان هي صاد تساوي 2 س ناقص 4. خلاص؟ طيب يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. دي المعادله الثانيه اللي انت قسمتها على 2 طلعت نفس المعادله الاولى. صاد تساوي 2 س ناقص 4. بما ان المعادلتين متساويين يبقى المستقيمين منطبقين على بعض. تعال نشوف بقى ايه الشغلانه دي ماشيه ازاي. تعال بقى ركز معايا. اول حاجه اتفقت معاك هتعمل جدول جميل اهو. ماشي. وبعد كده تقسمه كده نصين. ماشي. وبعد كده زي ما انت اهو، مره للسينات ومره للصادات. برضو دي معلقه معانا اهو، مره للسينات ومره للصادات. تعوض عن السينات بكام؟ بسالب 1. تعوض بكام؟ بصفر. تعوض بكام؟ ب3 او مثلا 3 مثلا ب4 اي حاجه، سالب 3 و4 مثلا. عوض عن السينات هنا. الصادات شوف هتطلع كام لما تعوض بسالب 1. 2 في سالب 1 سالب 2 ناقص 4 يديك سالب 6، يبقى سالب 6. لما تعوض بصفر دي تروح يتفضل سالب 4. لما تعوض بسالب 3، 2 في سالب 3 بسالب 6. لا سالب 2 عشان الموضوع ما يكبرش. 2 في سالب 2 سالب 4 ناقص 4 سالب 8. لما تعوض ب4 2 في 4 ب8 ناقص 4 4. خلاص. امسك المستقيم الثاني. حاضر اهو. ارسم الجدول الجميل وحل بقى كده ايه بالمنظر الجميل ده. ماشي. اقسمه نصين، اللي فوق سينات اللي تحت صادات. ماشي. وبعد كده عوض عن الصادات. احنا نعوض عن الصادات ولا نعمل ايه؟ طيب عشان نسهل الموضوع ماشي. عوض عن الصادات مثلا بواحد وصفر وثلاثة اهو، اي 3 قيم. عوض عن الصادات بواحد. 2 في 1 ب2 زائد 8 10. تطلع 10 على 4. لا عايزين رقم صحيح. خليها مثلا طب 2. 2 في 2 ب4 و4. طب ماشي حلو 2 جميل رقم 2 ده. تعال عوض عن الصادات ب2. 2 في 2 ب4. 4 و8 12. يبقى 4 س تساوي 12. اقسم على 4 اقسم على 4 تطلع س ب3. يبقى لما تعوض ب2 تطلع ب3. طب عوض يا استاذ يا محترم، عوض بصفر. لما تعوض بصفر في الصادات تطلع 4 س ب8 يعني س ب2. عوض ب3. 6 و8 14. لا 7. لما تعوض ب4 ماشي 4 تطلع ان شاء الله. عوض هنا كده ب4. عوض عن الصادات ب4. 2 في 4 ب8. 8 و8 16. 16 على 4 فيها 4. يبقى لما تعوض عن الصادات ب4 السينات تطلع ب4.
يبقى هو كل اللعب والشغل الرخم في الجدول ده. بعد كده ترسم جدول بياني. ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ ليه احنا هنا؟ واحنا فين؟ استنى لحظة، احنا هنا اهو. تعالى بقى، ادي الجدول الجميل. هتعوض -1 -6، ماشي. -1 -6 في الناحية دي، ماشي. واللي بعدها سريعا يلا، 0 -4، 0 -4 هنا، ماشي. اللي بعدها بتقول لك -2 وسالب 8، -2 وسالب 8 هنا في الناحية دي، ماشي. خلاص مش لازم تعوض بنقاط تاني، بس تعالى نشوف الرابعة دي كام هي. 4 و4، 4 و4، 4 و4 و4 هنا كده الحتة دي. لو جيت توصل هتلاقي النقاط ده أول عندك مستقيم. تعالى نشوف تاني مستقيم، هتلاقيه بيقول لك 3 و2 هنا. تعالى ارسمه لك بدي 3 وطلع 2 يعني هنا. طب تاني نقطة عندك بكام؟ 2 و0، 2 و0 يعني هنا. خلاص. تالت نقطة 4 و4 اللي هي هنا. ولو عوضت تاني هتلاقيهم بيطلعوا على نفس المستقيم. يبقى اللي انا استنتجته هنا ان المستقيم التاني اهو. يبقى المستقيمين منطبقين على بعض، واتفقت معاك ان لو المستقيمين منطبقين على بعض يبقى يوجد عدد لا نهائي من الحلول. خلاص، سهل الموضوع، مفيش اسهل منه والله، بس هو محتاج شويه رغي. يبقى دي اول فكره خلصتها، تاني فكره خلصتها، وادي تالت فكره. تعال نشوف تالت فكره بتالت مثال. تالت مثال بيقول لك نفس الكلام. مش عايز امسح خلاص الجداول. تعالى بقى ايه، نمسح الكلام الجميل ده اللي في الجداول كده بالمنظر ده اهو. وتعالى نشوف هنعوض ونجيب انهي قيم بالظبط. بيقول لك هي الصاد لوحدها، عوض عن س مثلا بصفر، بس 4 قيم دي كتير، انا عايز اعملها 3 قيم بس. خلاص اهو. طيب عوض مثلا عن س ب1 و2 وسالب 3، اي 3 قيم في الدنيا. هيطلع صاد بكام؟ لما تعوض بواحد 2 في 1 ب2، 2 ناقص 2 صفر. لما تعوض ب2 2 في 2 ب4 ناقص 2 2. لما تعوض بسالب 3 -6 ناقص 2 -8. ماشي. المستقيم الثاني، ادي المستقيم الثاني، خلي الصادات في ناحيه او خلي اي حاجه، اقسم مثلا على 2 على 2 على 2 عشان المعادله تتظبط. يبقى صاد ودي دي الناحيه الثانيه، -4 على 2 بسالب 2 س، وديها لي الناحيه الثانيه بموجب 2 س. -2 على 2 فيها -1، وديها الناحيه الثانيه بموجب 1. وامسح بقى ايه الرغي الجميل ده. نفس الكلام. تعالى لما تعوض، حد يقول لي انت كده خليت المعادلتين في صاد، عادي مش مشكله، عوض عن س. هتعوض عن س بمثلا ب2 و3 وسالب 1، اي 3 قيم في الدنيا. عوض عن س ب2، 2 في 2 ب4، 4 و1 5. عوض ب3، 2 في 3 ب6 و1 7. عوض بسالب 1، -2 1 -1. تاني لما تعوض بسالب 1، 2 في -1 -2 1 يديني -1. تعالى بقى نشوف شوية القيم الجمال دول لو جينا نعوض بيهم. تعالى نمسح بقى ايه الخط الجميل ده. بالمنظر ده. خلاص. طيب تعالى أول جدول عندك هتعوض عن س 1 و0 2 و2، س 1 و0 هنا. تعالى نعملها باللون الأحمر، 1 و0. بعد كده 2 و2 هنا. طبعا اللي مركز المفروض خلاص، يعني احنا حلينا مره متقاطعين وحلينا مره منطبقين، يبقى ده هيطلع متوازيين. يبقى 1 و0 و2 و2 وسالب 3 وسالب 8، -3 وسالب 8 هنا تقريبا. تعالى نوصل ببعض، ادي اهم. السؤال اللي بعده بيقول لك 2 و5. تعالى نجيب اللون الاسود، ادي 2 ونطلع 5 اهو. واللي بعدها بسرعه يلا ديك معايا اهو، 3 و7، 3 و7 هنا مثلا. كده -1 وسالب 1، -1 وسالب 1 يعني هنا. لو جيت توصل دول هتلاقيهم بالمنظر الجميل ده.
تقول لي دول جنب بعض يا حبيبي، ما هم خلاص بقى هم متوازيين، حاصل بينهم توازي. بما ان حاصل توازي يبقى عدد الحلول يساوي باي باي. خلاص، ادي الثلاث امثله بالثلاث افكار. طب ما انا بزهق من الرسم، يعني خلاص يعني الواحد يخلي عنده دم اهو اتمسح خالص، بزهق من الرسم. مفيش حل اسهل من موضوع الرسم ده؟ في والله اكذب عليك، في حل اسهل من الرسم، بس الحل الاسهل من الرسم مش بيحلل لك بقى ويجيب لك ايه، ركز معايا، مش بيجيب لك الحلول بالظبط، انما هو بيقول لك في كام حل، في 1 2 3 4، يعني هنشوف دلوقتي. صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. انا اتفقت معاك الترم الاول لو تفتكر فين، اتفقت معاك في الترم الاول في درس ميل الخط المستقيم. اتفقت معاك في جزئيتين، لو الميل عمودي او لو المستقيمين عموديين يبقى حاصل ضرب ميل الاول في ميل الثاني يساوي سالب. واله يا مستر نسيت الكلام ده يا ابن دينا، اهو لسه الكلام ده كان من اسبوعين، ركز معايا. واتفقت معاك ان لو المستقيمين متوازيين يبقى ميل الاول يساوي ميل الثاني. بص بقى معايا في القصه دي، انا دلوقتي في الامثله اللي انا كنت لسه بحلها لك دي كنت بقول لك ايه؟ كنت بقول لك والله لو ميل الاول طلع يوازي ميل الثاني، وهو التوازي ده حالتين، يا اما توازي كده وبعيد عن بعض، يا اما توازي ومنطبقين على بعض. لو توازي وبعيد عن بعض يبقى عدد الحلول فاي. لو توازي ومنطبقين على بعض يبقى لا يوجد عدد نهائي من الحلول. خلاص. ولو متقاطعين يبقى يوجد حل وحيد فقط. تعالى بقى ركز معايا في الجزئيه المهمه دي. تخيل معايا اهو، انا هشرح لك النقطه دي واحل لك عليها شويه امثله هنا. دول اخر 3 امثله هنختم بيهم الحصه عشان ما تطولش اكتر من كده. بيقول لك ايه بقى؟ طيب بيقول لك ايه؟ لو انت جبت مدي لك مثلا معادله المستقيم الاول، هو مدي لك معادله المستقيم الاول باي حاجه، هتجيب ميم 1 وشوف هيطلع بكام، وهتجيب ميم 2 وشوف هيطلع بكام. لو طلعوا متساويين، او سيبك من متساويين، لو طلعوا غير متساويان، طلع ميل الاول ما يساويش ميل الثاني، هي عشان بتذاكر منها. ميل الاول طلع ما يساويش ميل الثاني، ميل الاول ما يساويش، يبقى ما فيش توازي سواء بعيد عن بعض او منطبقين عن بعض. يبقى لو ميل الاول طلع ما يساويش ميل الثاني يبقى ما فيش توازي، يبقى في تقاطع، يبقى يوجد حل واحد فقط، عدد الحلول 1. طب لو حصل توازي او لقيت مثلا ميل الاول بيساوي ميل الثاني، طلع ان ميل الاول يساوي ميل الثاني، يبقى في توازي، بس التوازي ده ممكن يكونوا بعيد عن بعض وممكن يكونوا منطبقين على بعض. احددهم ازاي؟ قال لك لو النقطتين متساويين خد اي نقطتين وعوض بيهم فين؟ في المعادله الاولى وفي المعادله الثانيه. لو انت طلعوا النقطتين متساويين يبقى المستقيمين دول منطبقين على بعض، لو طلعوا النقطتين غير متساويين يبقى المستقيمين دول متوازيين وبعيد عن بعض. تعال نشوف الامثله. نقول بسم الله. فين بقى السابق التالي هنا اهو. السؤال الجميل ده ركز بقى معايا. هتمسك زي ما قلت لك اول مستقيم وتجيب الميل. يا مستر ده انا نسيت الميل، حاضر افكرك. الميل يساوي سالب معامل س، ايوه انا افتكرت دي على معامل ص، بس شرط المعادله تكون صفريه. المعادله تكون ايه؟ صفريه. خلي المعادله دي صفريه، س زائد 2 ص ناقص 1 تساوي صفر، وديت الواحد الناحيه الثانيه، كده المعادله بقت صفريه. طيب وبعدين ولا اي حاجه، خلاص. هات الميل سالب معامل س، معامل س ب1 يبقى سالب 1 على معامل ص ب2، كده طلع ميل الاول سالب نص. هات ميل الثاني 2 س زائد 3 ص ناقص 12 تساوي صفر، خليت المعادله صفريه. هات الميل سالب 2 على 3، يا سلام يا سلام، طلعوا ما يساووش بعض، يبقى يوجد حل واحد فقط.
ايه هو بقى الحل ده؟ بتجيبه من الرسم. خلاص، اتمنى كده تكون فهمتها. من الاول ومن الثاني طلعوا ما يساووش بعض، يبقى يوجد حل واحد فقط. خلاص. طيب وبعد كده تعال نحل المثال الثاني. خلاص احنا عرفنا القانون، سالب معامل س على معامل ص. هات الميل سالب معامل س على معامل ص اللي هي موجب 4، او معامل س 4 يبقى سالب معامل س سالب 4 على معامل ص اللي هي سالب 1. سالب 4 على سالب 1 ب4. هات من هنا سالب معامل س على معامل ص، سالب السالب 8 على 2. يا مستر المعادله مش صفريه. حاضر. 2 ص ناقص 8 س ناقص 14 تساوي صفر. تطلع هي سالب السالب موجب، موجب 8 على 2 فهل 4. ايه ده؟ ده طلع دي تساوي دي. اهدى بقى. طلع من الاول يساوي من الثاني، يبقى في توازي، والتوازي عندك حالتين، يا اما متوازيين وكده وبعيد عن بعض، يا اما متوازيين ومنطبقين على بعض. طب ده متوازيين وبعيد عن بعض ولا منطبقين عن بعض؟ هنشوف دلوقتي. طب ايه الحل؟ قال لك خد اي نقطتين، خد نقطه للسين، خد عوض مثلا على السين باي رقم. واحد يقول لي مثلا عوض بصفر، شوف القيمه اللي هتطلع لك، وعوض برضه عن س هنا برضه بصفر، وشوف القيمه اللي هتطلع لك. لو طلعوا نفس القيمتين يبقى المستقيمين دول ايه؟ منطبقين. اهو منطبقان، اللي انا كاتبه ده استنى، منطبقان اهو. خلاص. طيب تعالى نعوض هنا مثلا عن س بصفر. ركز معايا، لو طلعوا يساووا بعض النقطتين يبقى كده منطبقان. عوض عن س بصفر. حاضر. يبقى السالب ص زائد 7 يساوي صفر. ودي الصاد الناحيه الثانيه بعكس الاشاره، يبقى 7 تساوي ص. يبقى ص طلعت ب7. عوض بقى هنا عن س بصفر. لو ص طلعت ب7 يبقى المستقيمان منطبقان. عوض عن س بصفر، يبقى عندك 2 ص تساوي 14 على الاثنين على الاثنين، دي مع دي راحت، يبقى ص تساوي 14 على 2 فيها ال7. بما ان دي طلعت نفس دي، يبقى المستقيمان منطبقان ويوجد عدد لا نهائي من الحلول. امسك بقى اخر سؤال واخر فكره في الدرس. بتقول لك ايه بقى؟ 2 س ناقص 3. خلاص اتفقنا هنجيب الميل بس نخلي المعادله صفريه. حاضر. ناقص 6 تساوي صفر. نفس الكلام دي بسرعه يلا. ص ناقص 2 على 3 س ناقص 3 تساوي صفر. ودي الناحيه دي بعكس الاشاره. طيب هات الميل سالب معامل س على معامل ص اللي هي 2 على 3. ماشي. هات هنا سالب معامل س، يعني سالب السالب 2 على 3 اللي هي 2 على 3 على معامل ص اللي هي على 1. تطلع زي ما هي. طلعوا الميلين متساويين، تجيب اي نقطه للسينات وتعوض بيها. خلاص طلعوا الميلين متساويين، يبقى في توازي، يا اما هم بعاد عن بعض يا اما توازي ومنطبقان. لو هم منطبقان يبقى يوجد عدد لا نهائي، لو هم متوازيين وبعاد عن بعض يبقى يوجد يبقى الحل المعادله دي فاي. طيب عوض مثلا عن س بصفر اهو، يبقى سالب 3 ص ناقص 6 تساوي صفر. ودي ناقص ال6 الناحيه الثانيه، يبقى سالب 3 ص تساوي 6. اقسم على سالب 3 اقسم على سالب 3. تطلع عندك دي مع دي راحت، يبقى ص تساوي 6 على سالب 3 سالب 2. طلعت قيمه ص هنا بسالب 2. عوض هنا برضه عن س بصفر اهو، يبقى ص ناقص 3 تساوي. خلاص بقى، خلاص بس يلا ص ناقص 3 تساوي صفر. ودي السالب 3 الناحيه الثانيه يبقى ص تساوي 3. طلعت النقطتين غير متساويان، اذا المستقيمان متوازيان وبعاد عن بعض، وعدد الحلول فاي. كده كل افكار الدرس اتفنشت. مش باقي بس غير ان انت تلخص الدرس ده بايدك، تكتب كده بخط ايدك والله بسم الله الرحمن الرحيم. لو المستقيمان مش عارف متقاطعان يبقى عدد الحلول 1. احل ازاي؟ برسم مستطيلين وبعوض عن س باي قيم وصاد، شوف تطلع بكام. بعد كده ارسم الرسم البياني. بعد ما ارسم الرسم البياني بشوف المستقيمان طلعوا متقاطعان اذا عدد الحلول 1. طلعوا متوازيان اذا عدد الحلول فاي. طلعوا منطبقان لا يوجد عدد نهائي من الحلول. طيب ممكن احل ازاي تاني؟ ممكن احل عن طريق الميل. اجيب الميل، لو طلع الميلين غير متساويين يبقى دول متقاطعان. لو طلع ميل الاول يساوي ميل الثاني، عوض عن س باي قيمه، شوف قيمه الصاد. عوض عن س مثلا بصفر زي ما انا حالل، شوف قيمه الصاد تطلع بكام.
وعوض عن س بنفس القيمه في المعادله الثانيه وشوف قيمه الصاد طلعت بكام. لو قيمه الصاد طلعوا متساويين في المعادلتين يبقى دول منطبقان. لو طلعت قيمه صاد غير متساويين زي ما هنا يبقى دول المستقيمان متوازيان والحلول بتاعتها فاي. ده ملخص الدرس اللي انا قلته لك في كلمتين، ولكن كل اللي فات ده كان شرح. اشوفك على خير. اجتهد انا مش هقول تاني. ثالثه اعدادي انت في حياتك هتشوف 3 صدمات. الصدمه الاولى خلي بالك صدمه يا اما بالخير يا اما بالشر، واتمنى يكونوا بالخير. الصدمه الاولى اللي هتشوفها في حياتك صدمه الترم الاول في ثالثه اعدادي، لانك بتقعد يا عيني طول الترم تذاكر. طبعا انت اولى وثانيه اعدادي مش بتذاكر، ولا اولى وثانيه ثانوي بتقعد تذاكر. اولى اعدادي وثانيه اعدادي كلام اي فاضي، اي كلام فاضي. انما بتخش في ثالثه اعدادي بتذاكر بجد وبتجتهد وبتفكر بقى ايه، خلاص بقى عايز الم ايه نتاج تعبي وجهدي ده طول الترم. تتفاجأ بقى يا اما بالخير يا اما بالشر. لو اتفاجأت بالشر فراجع نفسك واجتهد الترم الثاني. مش مشكله انك تقع، المشكله انك تتمادى في الوقوع، او مش مشكله انك تفشل، المشكله انك تتمادى في الفشل. فعايزك كده تستعين بالله سبحانه وتعالى وتخش الترم الثاني بقلب جامد، وقفل كل المواد. سيبك من الرياضيات، قفل كل المواد. حط في دماغك كده ان انت تقفل تجيب 140 من 140. دي دنيا اللي احنا فيها وشيطان وهوى، فحاول تطلع منها فايز ان شاء الله بتقوى الله، انك تتقي الله في كل حاجه وهتكسب. نصيحه مني هتكسب. دي اول صدمه وتاني صدمه ان شاء الله. صدمه الترم الثاني تكون بالخير، واخر صدمه هتكون صدمه ثالثه ثانوي ان شاء الله تكون بالخير. اشوفك على خير ان شاء الله في فيديو جديد. ما تنساش تدعي لنا دعوتين كده من قلبك. مش طالب خلاص ولا شير بقى ولا الكلام الفارغ ده، خلاص ادعي لنا بس انت دعوتين من قلبك كده. واشوفك على خير ان شاء الله، وربنا يوفقكم جميعا. سلام عليكم.